بتقول لي اقف بعد 14 سنة خدمة في ثانوي، بتقول لي الموظف المعمر اللي هو عمره طويل في الشركات. الموظف ده بيكون نوع من اتنين، يا اما عنده كل وسائل التحفيز يا اما من كراكيب الشركه. في الاول هنتكلم عن الموظف اللي عنده كل وسائل التحفيز، ودول 3 انواع. الموظف الصاروخ وده ماشي في الكارير باس واي في الشركه بشكل سريع. الموظف المرزق وده بقى اللي شغال حوافز وعمولات وبونص والحاجات دي ماشيه بشكل معتدل مع احتياجاته. الموظف الطموح وعاده بيكون صغير في السن او جديد في الشركه، وده دايما بتلاقيه بيفكر في الخبره، وتلاقيه دايما بيستفيد من كل حاجه في الشركه، وممكن يكون في اوقات المرتب ما يهموش. الله، انت بترمي فلوس يا معلم سلطان؟ مالهمش مكان عندي في الخزن. نيجي بقى لكراكيب الشركه. الموظف الانتوخ هتلاقيه بيحب يعيش في الكومفورت زون، وغالبا ما عندوش ويلنج تو تشينج. هو كل حاجه شغل شغل شغل، احنا ايه اللي جرالنا؟ بقينا عاملين زي الطور اللي مربوط في ساقيه، ما بنفكرش غير في الشغل وفي الوظيفه. خدنا ايه من الدنيا يعني؟ خدنا ايه؟ ده موظف بيهنج لما يفكر، وتلاقيه كل ما تقعد معاه بيشتكي وعايز يسيب الشركه، وهو اخر واحد هيطفي النور قبل ما الشركه تقفل. تاني حاجه الموظف قليل الحيله، وده عارف امكانياته كويس وعارف ان محدش هيشغله بيها بره، والنوع ده دايما بيكون من اهل الثقه عند المديرين والاونرز، وتلاقيهم دايما بيحبوهم لانهم بتوع حاضر ونعم، او لان ليهم مهام تانية بره الشغل، عصفوره بيجيب فطار. واخيرا البقاء بس مش للاصلح. اديك لسه شايف اهو دول اللي ليهم عمر في الشركه.